الاتفاق يلي حصل أولت امبارح بتأليف لجنة مشتركة من السوريين والفلسطينيين واللبنانيين ما كتير بتطمئني لإلي أنا شخصيا ولكتار من يلي بيفكروا مثلنا، على أساس إنه أخطاء عديدة ارتكبت بتأليف هاللجنة. الخطأ الأول، من خلال هاللجنة هاي الفلسطيني انتزعت عنه صفة الفريق المعتدي، وأصبح هلأ حكم بأزمة كان هو الطرف الأساسي فيها. ومن خلال هاللجنة هيدي عم بيحاولوا إعادة اعتباره وتصويره كفريق ممكن يكون أعلى من الصراع، وممكن يشترك مع دولتين، مع سوريا ومع لبنان، لإعادة الأمن والاستقرار للبنان. الخطأ الأول تغيير الصفة من المعتدي إلى الحكم يلي الفلسطيني عم بجرب ياخدها هلأ. الخطأ الثاني إنه المسلم اللبناني مرة تانية عم بيرجع يتنازل عن دوره، عم بيرجع يتنازل عن موقعه، وعم بيرجع يخلي أغراب عنه وعن لبنان يتكلموا باسمه، عم بيرجع يخلي الفلسطيني يحكي باسمه، وعم بيرجع يخلي دول عربية أخرى كمان تحكي باسمه، لما نحن بأمس الحاجة إنه كل واحد منا يحكي باسمه الشخصي، لأنه وقت اللي منكون لبنانيين بين بعضنا لابد ما نقدر نتفاهم مع بعض. الخطأ الثالث، الفريق اللبناني يلي تكون للمباحثات هو ذاته الفريق يلي كان مسؤول عن فرض الجيش اللبناني لحد 11 أذار 1976، والضباط يلي هلأ موجودين بهاللجنة هن ذاتهم يلي كانوا انوجدوا بلجان سابقة من لجان التنسيق ولجان فك الارتباط وكل اللجان يلي انعملت بمدة هالحرب لمحاولة إيجاد حل للأزمة، وكانت دايما هالمحاولات هيدي فاشلة.